السنه دي انا ما بطلبش المستحيل، ما بقولكش غير لي لائحه ولا اعمل لي ظروف قهريه، انا بقول لك انا مسافر برازافيل. فلغايه دلوقتي الحقيقه الموضوع فيه تعنت رهيب، وكالعاده في حاله غل رهيب وغريب ان الزمالك على قمه الدوري. حاله غل، تحسي ان في حاجه مش مظبوطه، عارفه اللي هو لما تلاقي الترابيزه كلها بتتهز. الزمالك على القمه، ايه يا جماعه في ايه؟ عارف، هو كانه انت معاك كل الحاجات اللي تموتك بس ما بيموتش. عارف انت ما بيموتش، بقتله ما بيموتش. فاكر احمد مكي؟ ما بيموتش ابن الذين ما بيموتش. هو كده. اعمل لك ايه تاني؟ طيب قيد ووقفت لك، قضايا ورفعت عليك، مشروع العمر وسحبته لك، مجلس اداره اصبح كل صلاح. متكتف لما لعيبه فسخت ومشيت وبقى عليك فلوس. ده انت مش بس لعيبه ده في لعيبه فسخت يا ندى، وفي لعيبه تقدري تقولي ان هو فسخ شيك. دونجا وناصر ماهر، انا اؤكد لك ان ناصر ماهر ما كانش عنده رغبه للرحيل. دي معلومه مؤكده 100%. دونجا ربما ان العرض كان سعودي وهو بيشوف ان هو في ال30 مش هيجي له عرض زي ده تاني واختار قراره. يعني لكن انت برضه ما كانش عندك القدره انك تقنعيه انك تحتفظي بيه، لانه ليه مرتب بالظبط، وفي مشاكل عندك وهتقضي زي ما هو انت ضحيتي بفرض عشان تنقذي المركب كلها. وده كان ريسك. 2 من السكواد الاساسي. 2 ايه في الاكس 11 مهمين. نمرة 6 الأساسي وصانع الألعاب الأساسي اللي هو اللي أهم 2 في الفرقة. ده كان ناصر لما مشي كان هداف الفريق مع عداية الدباغ في الدوري، كل واحد جاب 4 أجوان. وهو ناصر ماهر لعيب كبير يعني. فأنت ضحيتي بناصر ماهر وبدونجا، ورحل معالي ورحل مصدق، وعمر فرج عامل مشاكل، ويانيك فيريرا عامل مشاكل، والحاج برعي عامل مشاكل، وأنا عامل مشاكل، وأنت عاملة مشاكل. كمية قضايا ومشاكل مستحيل بيئة عمل تستحملها. ومع ذلك أنت فصلتي، خدتي فصل من المدرسة كلها متصدعة، المدرسة كلها على وشك الانهيار، لكن في فصل واحد بس هو فصل المتفوقين لسه شغال، واديتوا له المدرس كده من المدرسين القدامى في النادي او في المدرسة اللي انت بتثقي فيهم، اللي عنده ضمير، اللي بيشرح طول الحصة ده وبينبح في صوته، وقلت له توكل على الله خش المسابقة بتاعت المتفوقين. فالمدرسة اللي بتتصدع فوجئت ان فصل المتفوقين ده وصل نهائي المسابقة بتاعت الإدارة التعليمية. فبقينا كلنا متوقفين على مصير الفريق دوت او الفصل ده. هو ده حالة الزمالك. وتلاقي بعد كده حالة تبجح، والله العظيم تبجح وكوميديا سوداء. واحد يجي يقول لك ايه يعني الظروف اللي عندك؟ يعني انت ما عندكش ظروف ولا حاجة يا راجل، اتكسف يعني. لا اتكسفوا يا جماعة. التبجح الاكتر هيقول لك انت اللي عملت في نفسك كده يا عيني. دي بقى الجديدة. انا اللي عملت في نفسي كده. هل ده معناه انه حتى لو انا وحش وعندي مشاكل ان انا ما اخدش حقي؟ لا انا عايز اسأل سؤال بس، اللي هو ايه كده؟ يعني انا اللي قلت ليانيك فيريرا مش هديك فلوسك عشان الفيشه اتشدت والارض اتسحبت ومش لاقي غطاء مالي. انا اللي قلت ان مشروع العمر يتسحب بجرة قلم بدون سبب لغايه دلوقتي.